اخد بقى سؤال يا استاذ اسلام. اتفضل. زيزو خلاص دلوقتي موجود في النادي الاهلي. الاهلي لسه هياخد لعيبه ثانيه من الزمالك؟ في 2 لعيبه على رادار النادي مين؟ و2 لعيبه على فكره موجودين في معسكر نادي الزمالك، وبالمناسبه فيهم لاعب اجنبي يعني مش مع المنتخب. حسام عبد المجيد، بغض النظر عن حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هو بص هقول لك على هو رمى بياضه خلاص. هو الجمهور قال له اخر مباراه قال له الاهلي مستنيك. هو رمى بياضه. وبالمناسبه تواصل مع بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي اللي فيه ود ما بينه وما بينهم. وعلى فكره حسام عبد المجيد من اقوى وافضل اللاعبين اللي موجودين في مصر، مش في الزمالك بس. يعني اداؤه في مباراه المحله يخلي الاهلي برضه لسه عنده استعداد. طب وليه ما قلناش اداؤه في مباراه القمه؟ حسام عبد المجيد على فكره لاعب دولي ولاعب مؤثر جدا. يعني انت عجبك في مباراه طبعا طبعا حسام عبد المجيد لاعب دولي ولاعب كبير. لا سلام. لا انا طول عمري مباراه القمه بالنسبه لحسام عبد المجيد شايفها كانت كويسه؟ لا طبعا. فين حسام عبد المجيد؟ ده حسام عبد المجيد اللي وقت ما طلع مع مستر فريرا، هو ده حسام عبد المجيد اللي جاب معانا 2 دوري، هو ده حسام عبد المجيد. ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. هو دلوقتي لما يبقى اللاعب يعني ناوي يروح نادي تاني وقعد معاهم او مضى معاهم الله اعلم وينزل يلعب كل حاجه مع النادي الاهلي امامهم مباراه. حسام عبد المجيد مخلص كل حاجه مع النادي الاهلي. طب مسؤولين الزمالك عارفين كده؟ ايه؟ مسؤولين الزمالك عارفين كده؟ عارفين من زمان. عارفين؟ دي يبقى اكبر غلط عليهم ان لاعب يشارك وهم عارفين ان هو موقع للزمالك. هقول لك دي ممكن تكون غلطه، بس انا عايزه بس في نقطه بالنسبه للاعب حسام عبد المجيد. انت حضرت الواقعه دي. بس عايز اربط حاجه. هو استاذ ابراهيم حضر الواقعه دي. قصه حسام عبد المجيد. لا ثواني بس عشان هو كان الحدث ده يخصه لما هو كان بيواسي تريزيجيه. انت كان ليك انا اللي صورت اللقطه دي. هل من المنطقي ان انت واحد يعني في المستقبل هتكون من اللي بيرتدوا شارة قياده الفريق، بتروح تبوس راس اللاعب اللي هيسدد في شباك فريقك، تبوس راسه وتسلم عليه وتطبطب عليه، وبعدين بعد المباراه بتخرج وتسلم على محمد علي بن رمضان وتحضن انت دخلت جوه نيته يا ابراهيم. انت دخلت جوه نيته في الجهاز الاداري للنادي الاهلي. يعني ايه؟ طب ما ده احنا مش ضد على فكره. احتراف يعني ايه؟ ده احتراف. احتراف ايه؟ يعني هقول لك على حاجه. اللعيبه كلهم اصحاب. اللعيبه كلهم اصحاب والعلاقه بينهم طيبه. شعور جمهور نادي الزمالك. لكن انا بربط حاجه ثانيه. والحماسه والشعور بجمهور الزمالك اللي بيموت واللي دايما بيبقى وراك ويدافع عنك. اللعيبه بعد المباراه بتخرج تتعشى بره مع بعض. يا ابراهيم ده حاجه خلينا نتكلم في حاجه بره الملعب حاجه وجوه الملعب.